يا مساء الفل على مستمعينا في كل حتة. معاكم في حلقة جديدة ومخصوصة من بودكاست التاريخ الصامت. النهاردة بقى يا جماعة معانا وليمة سياسية واقتصادية مش هتشطة، وعليها شوية كوميديا سودة تخليك مش عارف تضحك ولا تعيط. بطل القصة هو نظام الجزائر الجديدة. أيوة، الشعار الفخم اللي طلع في الآخر مجرد بوية جديدة على حيطة قديمة كلها رطوبة ومستنية تقع. الحكاية للي ما تابعش إننا صحينا من النوم على خبر لذيذ جاي من بروكسل. الاتحاد الأوروبي بكل شياكة وبرود نزل قايمة جديدة للدول اللي عندها خطورة عالية في غسيل الفلوس وتمويل الإرهاب، وقال لك نكرم حبايبنا في الجزائر ونضيفهم للقايمة. القرار ده مش من دماغهم، لا، ده مبني على تقارير مجموعة العمل المالي جافي، اللي هي كأنها شيخ الحارة بتاع المصارف في العالم. يعني بالبلدي كده العالم بيقولك يا عم الحاج، أي قرش جاي من الجزائر أو رايح لها بص فيه كويس وعده 10 مرات عشان الريحة فايحة. طبعا الخبر عمل زلزال، بس مش عند الشعب، لا، عند الجماعة اللي ماسكين الحكم. واحنا هنا عشان نحلل رد فعلهم اللي هو بصراحة فيلم كوميدي لوحده ويستاهل أوسكار في فن اختراع الآثار. فاعمل لنفسك كوباية شاي تقيلة وركز معايا عشان الكلام اللي جاي ده محتاج مزاج. أول رد فعل، وده طبيعي ومتوقع زي نتيجة ماتش الأهلي والزنازين، هو السويت والعويل بنظرية المؤامرة. إحنا مستهدفين، في أيادي خفية، الغرب عايز يركعنا. الاسطوانة المشروخة أياها اللي شغالة من أيام عبد الناصر. بس تعالى نمسك الفيلم ده ونفصصه مشهد مشهد. القرار الأوروبي اللي اسمه الرسمي اللائحة المفوضة EU 2024-1664، ده مجرد ختم روتيني على توصيات ال FATF. وال FATF دي مش قهوة سياسية، دي منظمة دولية شغلها كله أرقام وورق ومعايير. في آخر اجتماع ليهم في فبراير 2024 قالوا الجزائر هتفضل في القايمة الرمادية. ليه يا عم الحاج؟ عشان سببين بساط قوي. محتاجين تفهموا أكتر مخاطر تمويل الإرهاب عندكم، وورونا إنكم بتحققوا وبتحاكموا ناس أكتر في قضايا غسيل الأموال. يعني بالمصري الفصيح، يا جماعة انتوا نايمين على ودانكم والفساد المالي عندكم للركب ومحدش بيتحاسب. الكوميديا بقى إن النظام الجزائري بدل ما يرد على النقطتين دول راح واخد الموضوع في سكة تانية خالص. ده عشان إحنا أصحاب مع روسيا والصين. يا سلام، طب ما الهند في البريكس وصاحبة روسيا الأنتيم وخرجت من القايمة دي من زمان. ده عشان موقفنا من الصحراء. طب ما جنوب أفريقيا موقفها قريب منكم وبتشتغل ليل نهار عشان تطلع من القايمة. ده عشان اليمين المتطرف في أوروبا. يعني جورجيا ميلوني في إيطاليا سابت مشاكل بلدها كلها وقالت أما أقوم الصبح أتأمر على البنك المركزي الجزائري. ده كلام لو حكيته لابن الصغير هيضحك عليا. الحقيقة اللي بتوجع واللي مش عايزين يعترفوا بيها إنك بتخرج من القايمة دي بالشغل والإصلاح، مش بالصويت ولطم الخدود. بس الظاهر إن الصويت أسهل. وهنا بقى يا جماعة نقف وقفة ونقول يا مهزلة، قمة العبث والضحك اللي يخليك تفطس على روحك. في الإعلام الرسمي وعلى لسان المسؤولين تسمع سيمفونية عنتر بن شداد: قرار مسيس، لن نركع، كرامتنا فوق كل اعتبار، سيادتنا خط أحمر. وكالة الأنباء الجزائرية تلاقيها مولعة الدنيا تصريحات نارية، ووزير المالية يطلع يقولك نرفض هذا التصنيف جملة وتفصيلا لأنه لا يعكس جهود الجزائر الجبارة. جهود جبارة؟ ماشي يا عم الجبار. ده الكلام اللي بيتقال في النور قدام الكاميرات، لكن في الضلمة بيحصل إيه؟ في نفس الأسبوع اللي فيه الشتيمة والردح شغال وبسرعة أسرع من ديليفري البيتزا، تلاقي البرلمان بغرفتيه المجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة بيجتمعوا في جلسة طارئة وبيوافقوا بالإجماع على القانون رقم 2301. القانون ده بيعمل إيه بقى؟ يا سبحان الله، بيعدل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. الله،
مش ده نفس القانون اللي الجماعة في أوروبا بيقولوا إنه بايظ ومضروب؟ يعني انتوا بتشتموهم الصبح في الجرايد وبتروحوا بالليل تصلحوا اللي هم عايزينه بالحرف الواحد في البرلمان؟ ده مش بس ازدواجية، ده عامل زي اللي بيشتم في الدكتور على الفيسبوك وبالليل يروح له العيادة ياخد الحقنة وهو ساكت وما بيقدرش يفتح بقه. ده اعتراف بالفضيحة متغلف بورق سلوفان بتاع الكرامة والسيادة. والأجمل من ده كله سرعة البرلمان اللي ممكن يقعد سنة يناقش قانون يخص رغيف العيش بتاع المواطن، فجأة في يومين بس بيجتمع ويناقش ويصادق على قانون مالي معقد زي ده. تحس إن في زرار في القصر الرئاسي، الرئيس يدوس عليه، كل النواب يرفعوا ايديهم ويقولوا موافقون، وهم أصلا مش عارفين موافقين على إيه. تلاقي النائب المحترم قاعد بيفكر في ماتش الكورة بتاع بالليل، وفجأة رئيس المجلس يقول موافقة، كله يرفع ايدي وهو مغمض. طب فين يا عم المؤسسات اللي صدعتنا بيها في الجزائر الجديدة دي؟ فين النقاش والتمحيص؟ دي مؤسسة شغالة بنظام سمعا وطاعة يا فندم. ده البرلمان ده بقى عامل زي طبعة الليزر، تدخل الورقة من الناحية دي تطلع قانون من الناحية التانية من غير ما حد يقرأ اللي فيها. النقطة دي بتلخص علاقتهم بأوروبا كلها. الخطاب اللي بيتباع للناس جوه كله عن يلا بينا على الصين وروسيا ونتحرر من الغرب الكافر، والبريكس هو الحل السحري لكل مشاكلنا. وفي نفس الوقت تلاقي وزير التجارة بتاعهم بيلف على عواصم أوروبا زي التايه وبيتحايل عليهم عشان يعيدوا التفاوض حول اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاقية دي شغالة من 2005 وهم بقالهم 20 سنة بيصوتوا إنها ظلمة وإنهم بيخسروا منها بالمليارات، طبعا بره حسبة الغاز والبترول. بيقولوا إن المنتجات الصناعية الأوروبية أغرقت السوق وقتلت الصناعة المحلية، وإن المنتجات الزراعية الجزائرية بتواجه عراقيل عشان تدخل أوروبا. كلام جميل. طب بالعقل كده، لو شريكك ده حرامي وبيتآمر عليك وبيحطك في قوايم سودة، بتروح تقول له معلش يا باشا ممكن تسرقني بالراحة شوية؟ المنطق يقولك اقطع علاقتك بيه فوراً. لكن اللي بيحصل هو العكس، يا اتحاد يا أوروبي يا متآمر، والنبي تعدل الاتفاقية عشان الخسارة تقل حبتين. ده عامل زي اللي مؤجر شقة وإيجارها غالي وصاحب البيت رخم، وكل شوية يتحايل على صاحب البيت طب نزل الإيجار شوية والنبي. ده يوريك إن كل الكلام البريكس والشرق ده فنكوش للاستهلاك المحلي. الحقيقة اللي بتقولها أرقام يوروستات، مكتب إحصاءات أوروبا، إن أوروبا لسه هي الزبون نمرة 1 للجزائر، هي مصدر التكنولوجيا وهي اللي بتشتري الغاز وهي اللي ممكن تبعت استثمارات لو الحال اتعدل. النظام محتاج أوروبا بس مكسوف يقول، عامل زي المراهق اللي بيشتم في أبوه قدام صحابه بس بالليل بيرجع ياخد منه المصروف. النظام بيحاول يقلل من حجم الكارثة، يقول للناس يا جماعة ده كلام فاضي وحبر على ورق وحياتكم هتفضل زي الفل، ودي أكبر كذبة في الحكاية كلها. لما بلدك تتصنف كده، كل بنوك العالم بتطبق عليها إجراءات اسمها الفحص الدقيق المشدد. يعني إيه الكلام المكلكع ده؟ يعني أي مليم داخل بلدك أو طالع منها هيتفتش ويتفصص ويتعرف أصله وفصله ومين أبوه ومين أمه. النتيجة؟ خنق مالي. البنوك الكبيرة في العالم زي دويتشه بانك أو جي بي مورغان اللي اسمها كورسبوندنت بانكس هتبدأ تقفل حنفية التعامل مع البنوك الجزائرية، أو هتغلي المصاريف قوي. يعني لو مستورد عايز يفتح اعتماد مستندي عشان يجيب دواء أو قطع غيار، العملية هتاخد وقت أطول وهتبقى أغلى، والتكلفة دي في الآخر هيلبسها المواطن. تطفيش المستثمرين، أي مستثمر عنده عقل هيهرب، هيقولك أروح بلد وجع الدماغ دي ليه؟ بلد قوانينها بتتغير في يوم وليلة والتعاملات فيها شبهة. ده بينسف أي كلام عن جذب الاستثمارات. حتى لو شركة جزائرية عايزة تاخد تمويل من بره، محدش هيرضى يسلفها بسهولة. وجع دماغ للمواطن، حتى المواطن الغلبان أو الطالب اللي بيدرس بره وأهله عايزين يبعتوله فلوس، هيلاقي التحويل بياخد أسابيع بدل أيام، والبنك الأجنبي بيطلب منه ورق ومستندات ملهاش آخر عشان يثبت الفلوس دي جاية منين. ده غير إن كروت الفيزا والماستر كارد الجزائرية ممكن تترفض في مواقع كتير.
تقارير صندوق النقد الدولي نفسها حذرت بدل المرة 1000 إن القايمة الرمادية دي بتطرد الفلوس والاستثمارات من أي بلد، يعني النظام بيكابر والبلد كلها بتلبس في الحيط. وفي آخر الحلقة الطويلة دي وبعد ما قلبنا في كل الورق ده لازم نسأل نفسنا إيه الخلاصة؟ حكاية القايمة الأوروبية دي مش مجرد خبر هيعدي، دي فضيحة، بس مش فضيحة للبلد، دي فضيحة لعقلية إدارة كاملة. عقلية لسه عايشة في السبعينات، بتفكر بمنطق الحرب الباردة بتاع إحنا وهم، وبتخلط بين الكرامة الوطنية والمكابرة اللي بتودي في داهية. ده نظام بيصوت بأعلى صوت ويقول أنا ضحية، العالم كله بيتأمر عليا، وهو في الحقيقة جلاد اقتصاد بلده وسمعتها. عامل زي اللي طول النهار يشتكي من جيرانه وهو اللي راملهم الزبالة قدام بابهم، هو اللي بيخلق المشكلة، ولما الناس تتكلم يقولك بيكرهوني عشان أنا ناجح. ناجح في إيه يا عم الحاج؟ وهنا السؤال اللي بنسيبه لكم تفكروا فيه بجد، مش مجرد كلام في الهوا. هل المشكلة فعلا في بروكسل وباريس وواشنطن؟ هل هم اللي صحيوا من النوم فجأة وقرروا يكرهوا الجزائر؟ ولا المشكلة في البيت اللي من جوه اللي إزازه هش وصاحبه بدل ما يصلحه ويقويه عمال يرمي الناس بالطوب وهو عارف إن بيته أول واحد هيتكسر؟ البيت الإزاز ده هو الاقتصاد اللي معتمد على ريع البترول والغاز، وأي هزة في السوق ممكن تكسره. البيت الإزاز ده هو النظام البنكي المقفول على نفسه اللي لسه شغال بدفاتر ورق في عصر الديجيتال. البيت الإزاز ده هو غياب الشفافية اللي بيخلي أي حد عايز يعرف فلوسه بتروح فين كأنه بيسأل عن أسرار نووية. هل المشكلة في الأيادي الخارجية اللي بيقولوا عليها، ولا في الأيادي الداخلية اللي كلنا عارفينها؟ الأيادي اللي بتلعب في السوق الموازية للدولار، والأيادي اللي بتستفيد من استيراد كل حاجة من الإبرة للصاروخ، والأيادي اللي بتعتبر إن الشفافية عدوها الأول لأنها هتكشف المستخبي. الأيادي دي هي اللي مش عايزة النظام يتصلح، لأن الوضع الحالي هو السبوبة بتاعتها. ففي النهاية القصة مش قصة مؤامرة، القصة قصة اختيار بين إنك تواجه مشاكلك بجد وتعمل إصلاحات حقيقية توجع بس ضرورية زي ما كل الدول اللي بتحترم نفسها بتعمل، أو إنك تختار الطريق السهل، طريق السويت والتمثيل ولعب دور الضحية، وتفضل تلف في نفس الدايرة المقفولة لحد ما مخرج الفيلم الهندي ده يقرر يغير النهاية، أو يمكن الأبطال نفسهم يزهقوا من أدوارهم. هنفضل إحنا المتفرجين بنتفرج ونسقف على العبث ده. وإلى اللقاء في حلقة تانية من التاريخ الصامت. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعمونا عشان نستمر ونفضل نوصل لكم كل اللي بيقع في العالم واللي ساكتين عليه.